العواف على حضراتكم، مساء الفل، يا رب يكون يومكم جميل. هقول لحضراتكم شويه كلام غلط، احتمال تكون في حاجه صح. يعني هحكي كده شويه ايه المشهد زي ما انا شايفه، وايه الدلالات بتاع اللي حصل امبارح كيوم انتخابي ونص النهارده. ومره تانية انا بقول كلام غلط، احتمال يكون في حاجه صح، فمحتاجين نفكر مع بعض شويه، نركز بقى عشان نشوف ايه اللي ممكن يطلع صح في الحدوته دي. اولا، في اتجاه للتعامل مع رقم 25 مليون وكأنه المستهدف من المشاركة في التسويق الانتخابي. يعني ايه؟ يعني الناس اللي نزلت في انتخابات 2012، انتخابات الرئاسة 2012 كانوا حوالي 25 مليون. احنا عايزين نوصل للرقم ده النهارده. وبالتالي الدكتور محمد مرسي لما بقى رئيس الجمهورية نتيجة منافسة نزل فيها 25 مليون. انا بقول لحضراتكم الرقم ده صعب جدا. وتفتكروا حضراتكم من يومين كده لما كنا قاعدين باقة مقدمي البرامج في 90 دقيقة كانوا موجودين، انا قلت 25 مليون شيل منهم بالضرورة شوية ملايين. ليه؟ في قطاع من المصريين ممن صوتوا لمرشحي التيار المحافظ دينيا اللي احنا بنقول عليه اعلاميا يعني الاسلام السياسي، اللي هو الدكتور مرسي وعبد المنعم فتوح والدكتور العوا، دول خلاص مش هيشاركوا، قرروا ان هم مش هيصوتوا. في بعض الناس يقول لك لا ده هيصوتوا في اتجاه حمدين في مرحله ما. انا بالنسبه لي ده كان لو عملوا كده كان هيكون استمرار لمسلسل سوء تقديرهم للامور. انما هو لو عايز ينال من العمليه الانتخابيه لا هو ما يشاركش. يعني ده هيبقى بالنسبه له من حساباته هو في حدود رؤيته هو هيبقى افضل. دول عددهم في الجوله الاولى للانتخابات 2012 كان حوالي 7 ل 8 مليون صوت. يبقى عندك 7 8 مليون صوت قال لك يا عم اللعبه دي مش بتاعتنا، احنا عايزين مرسي راجع والكلام ده. ضيف لهم شباب، قطاع من شباب الثوره اللي بيظنوا ان الانتخابات دي مجرد مسرحيه ستنتهي باذعانهم. ده عقد اذعان، ان كانك بتقول لهم الثوره هزمت والدوله انتصرت، لان هو من وجهه نظره عايز يعني يسقط مؤسسات الدوله اللي انتجت استبداد وفساد عصر مبارك. فلما انت النهارده بتقول له المرشح الرئيسي هو شخص محسوب على الدوله، شخص كان طرف من وجهه نظرهم، انا بحاول احكي لحضراتكم وده جزء من التحليل السياسي انك تفهم كل واحد بيفكر ازاي بمخه هو مش بمخي انا. فبمخه هو بيقول لك المرشح اللي اسمه عبد الفتاح السيسي ده كان طرفا في عمليه صنع القرار، سواء في ظل المجلس العسكري الاولاني مرحله ما بعد 25 يناير مباشره، او في مجلس الوزراء كوزير دفاع بعد 30 يونيو. وبالتالي هؤلاء القطاع، مش كل شباب الثوره بس القطاع ده من شباب الثوره، شايف انه اللعبه دي ما هياش جزء من حساباته ومش عايز يبقى طرف فيها. ضيف على السبعة 8 مليون اللي كنا بنتكلم يعني عليهم قبل من كده من التيار المحافظ دينيا، انصار مرسي والعوا وعبد المنعم الفتوح، هدف لهم حوالي كمان قول مليون او اكتر. يبقى انت بقى عندك حوالي 7 8 9 مليون واحد مش هيشاركوا في العملية الانتخابية، سواء لأنهم مرسيون نسبة إلى مرسي ومرسي راجع، أو لأنهم معترضون على مسار ما بعد 30 يونيو. شايفين انه 30 يونيو كانت حاجه، بس 3 يوليو كانت حاجه، و8 يوليو اللي هو خارطه الطريق اللي هو نكتب دستور من اول وجديد وانتخابات برلمانيه وانتخابات رئاسيه. شايف ان اللعبه دي كده على بعضها ما كانش اللي في بالهم في 30 يونيو. هم كانوا عايزين من 30 يونيو انتخابات رئاسيه مبكره وبس، خلاص مش نقعد بقى نتكلم في التفاصيل الثانيه دي او حسابات مختلفه. لكن هم شايفين انه اللي حصل بعد 30 يونيو ما كانش بيلبي اللي هم كانوا عايزينه في 30 يونيو. او في ناس عايزه بديل ثالث غير البديلين المطروحين، ما عندهمش ثقه لا في المشير ولا في السيد حمدين صباحي. شايفين احنا لا عايزين ده ولا عايزين ده، ودول موجودين. عايز بقى تدفن راسك في الرمله وما تشوفهمش، دي مشكلتك انت الشخصيه، انما مش معنى انه انت مش عايز تشوف الجبل انه مش موجود. وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمض، وقد ينكر الفم طعم الماء من سقم. ممكن واحد عنده رمض فمش شايف الشمس، بس ده مش معناه ان الشمس مش موجوده. في ناس معترضه، في ناس معترضه، انت مش عايز تشوفهم ده قرارك بقى. انت عندك سelection بروسيس كده، عمليه اختيار في دماغك انك ما تشوفش ناس معينه، ده حر. في بعد اخر مرتبط بالمتكاسلين اللي شايفين ان اصواتهم ما كانتش هتغير النتيجه في حاجه، سواء لانهم ضامنين ان مرشحهم فاز او ضامنين انه مرشحهم خسر. وده بقى بيرجعك للدور السلبي اللي قام بيه الاعلام ولضعف الحملات بتاعه المرشحين.
عشان كده بقى في قطاع من الناس اللي بقابلها، يعني الناس دي مش بتكلم عن خيال علمي، الناس دي انا بشوفها وبتكلم معاها يقول لك هتفرق في ايه؟ ما هو الاعلام قال لنا انه خلاص ده هيفوز وقال لنا مش عارف ايه، واستطلاعات الراي قالت انه، وده ما يسمى بالتاثير السلبي للسيلف ديفيتنج بروفيسي. دي ايه حضراتكم؟ النبوءه الهادمه لذاتها. لما انا اجي اقول لك انه النادي الاهلي هيفوز في الماتش اللي جاي، خلاص هتقعد تشجع عليه بقى. انما لو اقول لك لا ربنا يستر ده الاهلي احتمال ما يفوزش، يعني هتلاقي ناس نازله بحميه شديده جدا عشان بتشجع ناديها. طب انت النهارده حسمت القضيه، قلت له ده فايز وده خسران، طب اللي بيأيد ده هينزل ليه؟ يعني يشهد على الخساره؟ طب وده اللي بينزل هيأيد ده ليه؟ ما هو خلاص هيفوز. اذا فانت عندك فريق تكاسل بسبب ان احنا اوحينا لهم بانه القضيه محسومه. يضاف الى كل هؤلاء قطاع من المصريين المغتربين داخل مصر لم يقوموا بتغيير محل إقامتهم في الشهر العقاري خلال الفترة التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات. إذن مجموعة هؤلاء على بعضهم كده رقم كبير مخصوم من الكتلة التصويتية الفعلية، اللي هي حقيقة نصف الكتلة التصويتية الرسمية. يعني ايه الكلام الفاضي اللي انا بقوله ده؟ يعني حضرتك عندك حوالي 54 مليون واحد فوق سن ال 18 يجوز لهم انهم يدوا صوتهم في الانتخابات. فعليا احنا كمصريين مش بيشارك ال 54 مليون، بيشارك حاجه و20 مليون، نصهم تقريبا. انت خصمت من الحاجه و20 مليون بتاع 7 8 9 مليون واحد. ده كده ايه اوتوماتيكلي، او ممكن يكون اكتر. وبالتالي يقول لك طب هل ده بقى هيأثر على شرعيه الرئيس القادم؟ يقعد يقول لك يعني ايه شرعيه الرئيس؟ شرعيه الرئيس يعني الاماره. يعني انت بتحكمنا باماره ايه؟ ايه شرعيه وجودنا على الكرسي ده؟ انت بتتكلم ايه شرعيه وجودك يعني؟ باماره ايه انت قاعد واجع دماغنا وعم تتكلم في التلفزيون وكلام زي كده؟ ايه الاماره يعني؟ ايه الاماره؟ شرعيه الرئيس القادم ده يحكمنا باماره ايه؟ هل الرقم القليل اللي الناس هتنزل الانتخابات هيأثر على الاماره دي؟ على الشرعيه دهيت؟ خليني اقول لكم اجابتين. الاجابه الاولى ان قانونيا لا. الاصل في الامور ان الانتخابات بمن حضر، ما لم ينص القانون على غير ذلك. يعني لو نزل من كل الحاجه و50 مليون اللي المفروض ينزلوا نزل مليون، خلاص هنعمل. ما هو القانون ما بيقولكش ان لازم والله ان الحد الادنى لنزول المصريين في انتخابات الرئاسه يكون نص الناس، لا ما بيقولش ده. اللي ينزل ينزل، واللي ما ينزلش هيعاقب بال 500 جنيه والنيابه والقصص دي. لكن في النهايه ده قرار الناس بقى، تنزل ما تنزلش ده موضوع تاني. فقانونيا الانتخابات بمن حضر، ولكن سياسيا طنطرارارا طنطم ايه اللي هيحصل سياسيا؟ في دلالات لا يمكن اغفالها. اليومين دول هم بيقولوا لنا شويه حاجات. اولا اساليب الحشد الاعلامي التقليديه اصبحت اقل تاثيرا بمرور الوقت. بل اعتقد ان الحشد المبالغ فيه من قبل الاعلام كان له تاثير عكسي. اللعبه اللي اتلعبت قبل 30 يونيو ما ينفعش تتلعب تاني، خلصت. بعباره اخرى الناس قالت لك لا بس احنا ايه عرفنا بقى انتوا ايه بتقعدوا تلعبوا في دماغنا والى اخره. لا مش كل مره. والحقيقه الاعلام ادى لنفسه حجم اكبر من حجمه. اللي بيحصل بنشوفه النهارده ده وعدم نزول الناس بالحجم ده بيدي رساله للاعلاميين ان احنا كشعب مصري شقيق وجاليات مصريه مقيمه في المحافظات احنا مش تحت الريموت كنترول بتاعكم، تحركنا شمال يمين، لا، نحن لنا اراده مستقله. انتوا لما احنا قررنا ننزل احنا نزلنا وانتوا ساعدتونا، بس احنا مش نزلنا عشان انتوا امرتونا. النهارده انتوا بتقولوا لنا انزلوا، احنا مش هننزل. للاسباب بقى اللي انا قلتها قبل من كده، سواء مرسيين ولا معارضين ولا مبطلين ولا مش عارف ايه. يبقى رقم واحد التاثير التقليدي للاعلام اللي احنا شفناه بعد 30 يونيو او يعني قبل 30 يونيو وبعدها تراجع مع الاستفتاء على الدستور، وبعدين دلوقتي وصل لايه؟ همت شويتين. ثانيا الفزع من الاخوان اللي كان موجود قبل واثناء وبعد 30 يونيو وحتى التصويت على دستور 2003 برضه ابتدى يتراجع تاثيره. خلاص شويه مظاهرات، في عمليات ارهابيه طبعا، ربنا يعني يرحم كل من مات او استشهد والاخره، وطبعا كل المصابين نتمنى لهم الشفاء. لكن في النهايه الاخوان مش الفزاعه المرعبه قوي دي في عقول كتير من الناس، لا. يعني في النهايه لو هم جماعه ارهابيه خلاص ارهابيه، لو هم ناس سذج خلاص ناس سذج، هنعمل ايه؟ لكن حكايه بقى ان احنا كل شويه ده الاخوان هيعملوا كذا، ده الاخوان افتح البوابه اوعى تفتح التلفزيون تلاقي اخوان يطلع لك في وشك، اوعى تفتح الثلاجه هتلاقي الاخوان يطلع في وشك، لا. يعني عارف ابتدت الناس حاسه انها بقت سامجه، او قطاع منهم مش كل الناس، في ناس عجباهم ومستمرين فيها،
بس في ناس تانية قالت لك لا خلاص بقى يعني يعني غلطوا، مرسي عجيب وبيعمل حاجات غريبه، والاخوان خدنا فيهم مقلب وقعدوا 80 سنه عايزين يسوقوا ونسوا يتعلموا السواقه، فلما وصلوا للسلطه لبسونا في الحيطه. كل ده فاهمينه. بس انا مش هكل بقى يعني حد كل ما الميه قطعت ده الاخوان، الشمس حاره الله يخرب بيت الاخوان، يعني ما بقتش مش هتنفع كتير. في دلاله ثالثه لعدم النزول بكثافه كبيره، هو ان قطاع من شباب الثوره النشط سياسيا اختار النضال خارج الاطر الرسميه. مهمه الكلمه دي، النضال خارج الاطر الرسميه على حساب المعارضه من داخل الاطر الرسميه. وده من اخطر دلالات ما يحدث النهارده. تحب تسمع الكلام ده انت حر، تكره تسمع الكلام ده انت حر، بس الكلام ده حقيقه وهنواجهها في الفتره اللي جايه. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لك انا مش هنزل انتخابات ومش هعمل احزاب ومش هبقى طرف في دستور انا مش راضي عنه، ومش هنزل في عمليه انتخابيه انا مش راضي عنها، وما اناش مصدق اللي انت بتقول. هو بيقول لك كده، انا هشتغل بطريقتي بقى. يعني ايه بطريقتي؟ يعني هتقول لي انزل هطنش. والحقيقه السلاح المصري الامضى الاقوى في تاريخنا. بص تلاقي المدير بيقول والموظفين بيطنشوا. هنا بقى هيبقى عندك قياده سياسيه بتقول والناس مطنشه، او الشباب يقول لك لا يا عم يعني ايه، اذهب انت وانصارك فقاتلوا انها هنا قاعدون. ما تتوقعش مني ان اساعدك، لانك انت ما بتتعاملش معايا بالجديه الكافيه. اذا هو يرى ان الاطار الرسمي مش عاجبه، الاطار اللي بقى فيه دستور وقانون ومش، لا بقول لك انا القصه دي مش عاجباني، انا همشي بمزاجي. ده خطر، وبيستدعي من الرئيس القادم وفريق عمله، وهنا فريق عمله اللي هو لازم يختاره بعنايه شديده، عليه مسؤوليه كبيره انه يكون جسر ما بينه وما بين هؤلاء الشباب. لانك في الاخر خالص عندك بلد شابه، بلد فتيه، معظم شبابها معظم سكانها تحت السن اللي انت النهارده عارف تخاطبه. وبالتالي كانك على علاقه جيده بالماضي والحاضر وما انتش على علاقه وفاق بالمستقبل. ودي مشكله كبيره جدا 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 جدا. معنى ان يكون في قطاع كبير، انا مش عايز اقول ما اعرفش قد ايه النسبه، بس قطاع يكفي. وانا دايما بقولها البلد دي عامله زي مركب مطاطي، مركب كبيره قوي قوي مترهله وقديمه وحاجات كتير قوي، بس مطاطي اي حد معاه مطوه معاه مسمار ممكن يخرمها. قنبله هنا مش عارف ايه، مصيبه هنا، يعني احنا طبعا مش عايزين ده لبلدنا، بس لازم نكون واعيين بيه. جزء من حزبة الوفاق الوطني والتوافق والكلام ده كله محتاج انه يدخل الشباب في هذه الحدوته. الدلالة الرابعة لليومين دول ان هناك من سيتاجر بالارقام ويصورون انه عدم الوصول الى رقم محدد اللي هو 25 مليون معناه انهم يرفعون شعار مرسي راجع، الله اكبر، ما جابوش 25 مليون اذا مرسي راجع. لا طبعا، ده كلام فاضي وده خبل يعني. ده يتناقض مع منطق الاشياء. لا ينسب الى ساكت قول. يعني اللي سكت ما اقدرش استنتج من سكوته انه عايز يرجع مرسي. لا، هو مش راضي على الحكايه، هو واضح ان الموضوع بالنسبه له كده، يقول لك انتوا كل شويه تجيبوا لنا بدائل احنا مش مقتنعين بيها. سكوت الناس عن التصويت لا يعني الرغبه في عوده مرسي، وانما هو يفهم في سياق الكلام اللي انا لسه قايله من شويه. ده مقاطعه، في ناس عايزه مرسي صح، بس في ناس مقاطعه وفي ناس متكاسله وفي ناس بالنسبه لها البدائل مش مقنعه الى اخره. خامسا، ودي بقى هيفرح بيها اللي هيفوز في الانتخابات، لو فاز اي من المرشحين سواء السيسي او صباحي برقم اعلى من 13 مليون اللي حصل عليه الدكتور مرسي، فانصاره الشخص ده الفائز وانصاره هيدعوا بان الشعب المصري اعطاه تفويض للرئيس المنتخب في 2014 باكثر من تفويض الدكتور مرسي في 2012. يعني الحقيقه كلمه السر مش ال 25 مليون، كلمه السر ال 13 مليون. اللي هيجيب 13 مليون فيما فوق خلاص يقول لك انا معايا نفس التفويض ما كانش اكتر. وبالتالي الخناقه على ال 25 مليون ما هياش الخناقه الاهم. اللي هيوصل لانه يجيب 16 17 18 مليون رقم زي كده، يقول خلاص يا عم عند راجل تاني كان معانا هيبقى المفاضله على ده خد قد ايه من الناس كرقم مطلق، يعني من الناس اللي نزلت الانتخابات وده خد قد ايه. وبالتالي القضيه مش ال 25 مليون، القضيه هتبقى رقم اعلى من ال 13 مليون اللي حصل عليهم الدكتور مرسي في 2012. في دلاله سادسه مهمه، وهي ان التيار الوطني العام للمجتمع، التعبير ده صعب شويه ان احنا نتخيله، انما هو حاجه موجوده جوانا، احنا مش هي ما بتحدش معاه مفاتيحها، انما هي موجوده جوانا. التيار الوطني العام للمجتمع مستعد لان يقبل داخله اي حد يضع مصر فوق اي مصالح شخصيه او حزبيه او فئويه،
وهيطرد اي حد هيضع اي مصالح شخصيه او حزبيه او فئويه منه. يوم ما الاخوان ابدوا حتى بالكلام نيه حسنه تجاه المجتمع، قال لك والله احنا معاكم، مشاركه لا مغالبه، احنا مش هنرشح حد للرئاسه، احنا هننزل بس بالتلت على في انتخابات مجلس الشعب. لما ابدوا ان هم مش جايين ياكلوا البلد قبلهم قطاع كبير من المصريين. هو ده اللي خلى الرقم يزيد من 5 مليون في الجوله الاولى لانتخابات الدكتور مرسي ل 13 مليون. هو ال 8 مليون دول جم منين؟ 8 مليون دول مش اخوان. وانما ال 8 مليون دول هم جزء من التيار الوطني العام اللي قال ادوا الاخوان فرصه. ولما لقوا خلال السنه دي انه الاخوان ما يستحقوش الفرصه، نفس التيار الوطني قال لك لا خلاص اطلعوا بره، احنا ما احناش عايزينكم. عايز بشير طيب انا عموما طيب لا اخفيكم سرا انه مجمل المشهد السياسي والانتخابي في مصر لا يرضيني انا على المستوى الشخصي. وانا حاسس ان اللحظه الاتاتوركيه دي نسبه لاتاتورك في تركيا طالت شويه اكتر مما ينبغي. وتحالف 30 يونيو تفتت باسرع مما ينبغي. و لم نزل كمصريين مفتقدين حاجه مهمه جدا من خصائص اللعبه الديمقراطيه، اللي هي التسويق السياسي اللي بيضمن لنا فاعليه اكبر في اقناع مش حشد قطاعات واسعه من المجتمع لان تنضم للتيار اللي كنت بسميه دلوقتي التيار الوطني العام. احنا كمان عندنا مشكله، بس اتمنى ان يكون في مؤشرات ان احنا عارفين دلوقتي نواجهها، ان احنا نفرق بين ما هو انساني وما هو سياسي. اختلافي مع حضرتك سياسيا ما يعنيش انك انت تكرهني وانا اكرهك، لان لو صح كده كان زمان اسرائيل دي انفجرت مثلا من 30 سنه، والهند دي انفجرت من 40 سنه، وامريكا دي انفجرت يجي من 100 سنه. محتاجين نقول نحن نختلف سياسيا ولكننا يد واحده انسانيا ووطنيا. مجمل اللي انا قلته لحضراتكم دلوقتي حالا كانه قراءه، اتمنى انها ما تكونش متعجله، واتمنى ان يكون في حاجه تحصل النهارده لغايه بالليل تطلعني غلط. يعني انا احب اطلع غلط بالمناسبه، عشان كده قلت لكم الكلام اللي بقوله ده كله كلام غلط. احتمال يكون في حاجه صح. اتمنى ان تحصل حاجات، اتمنى اشوف حشود بارقام كبيره، يا رب اشوف حشود بارقام كبيره تقول لا احنا كمصريين هننزل وهنقرر مصير بلدنا، ومش هنسمح لحد انه يخوفنا او انه يتاجر بعدم نزولنا. ودي مهمه 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 جدا، لانه كل قرار انت بتتخذه بيدي فرصه او بيقفل فرصه، يعني بيضيع فرصه على من لا يريدون بهذا الوطن خيرا. انا خلصت تبشير، اعمل ايه دلوقتي؟ طيب قالوا لي اطلع فاصل. في ناس بتسوق في البتاع ده الاير بيس ده، في ناس بتسوق الحدوته دي من فوق. بعد الفاصل نرجع نكمل حلقتنا. الجنسيه لكنه من اصول فلسطينيه، وهو مدير مكتب الشبكه الدوليه للحقوق والتنميه ببروكسل، وعضو البعثه الدوليه المشتركه لمتابعه الانتخابات في مصر. مساء الخير. مساء الخير. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. بالك في مصر قد ايه؟ احنا جينا بدري شويه، احنا من 8 مايو بس كان لاسباب التحضير اللوجستي والوقوف على سير العمليه الانتخابيه قبل اثناء الدعايه الانتخابيه تقريبا. يعني بتتابعوا المساله من بدري قوي بحيث انك تشوف ايه الاجراءات اللي اتخذت من كافه من وجهه نظر كل الاطراف وصولا ليوم الانتخاب. هذا هو اساس العمل، عمليه متابعه الانتخابات او ملاحظه الانتخابات او مراقبه زي ما قلت انت، مش انا اللي قلت، متحسسين من كلمه مراقبه. لا، ما تبداش يوم 26 او 27 او يوم الانتخابات بشكل رسمي. هي تبدا قبل. منظمات المراقبه الدوليه التي تعمل بمهنيه عليها الوقوف على ارضيه هذه الشرائح او الدول المستهدف بها العمل، متابعة الإعلام المحلي قبل بفترة في التعاطي، متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، التواصل مع حملات المرشحين، الوقوف على أن هناك تكافؤ في الفرص في الإعلام الوطني أو الإعلام التابع للدولة إلى كل المرشحين. أيضا نجهز الأرضية إلى الأعداد الضخمة التي أتت لاحقا. احنا نتكلم عن غرف عمليات، عن عملية تواصل، وأيضا متابعة الإعلام الغربي
بما يتعلق بالحالة المصرية قبل ومقارنته أثناء وجودنا على أرض الواقع، لأن هناك كثير من التقارير التي اكتشفنا لاحقا أنها غير صادقة أو كان لها كويس انك توجه. قلت كده، لان انا الحاجات دي بتضايقني جدا. يعني التقارير اللي بتكتب عن مصر واضح انها لحد بعيد بادئه متحفزه وتتعامل مع اي حتى خطا غير مقصود كما لو انه جزء من مؤامره كبرى ما. سيدي يعني أنا ايش بدي أقول لك؟ بدي أقول لك بوضاح، نحن لسنا بوضع حكام، لا نحكم. نحن نشاهد ونلاحظ، ولكن حكم خبرتنا. احنا راقبنا انتخابات في السودان، راقبنا الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الأردن، أنا كنت على رئيس بعثة المراقبين الدوليين في الجزائر مؤخرا الانتخابات الرئاسية، راقبنا الاستفتاء في جمهورية مصر العربية. الإعلام ليس كله محايد. أنا تلقيت اتصال بالأمس من قناة أمريكية تسألني عن نية التزوير. يعني أنا أفهم قطعت المكالمة، أول شيء أنت تحكم بالتزوير على حدث لم يحدث بعد. اثنين، لا تجعل الإعلام هو الذي يحاكم. أنت غذي الإعلام بالمعلومة الصحيحة. طالما اتصلوا بنا نحن كمراقبين، نحن نوصل ما شاهدناه وبكل أمانة وبكل حيادية. هم عليهم أمانتهم المهنية، إذا كان يريد أن يوصل ما نقلناه حرفيا، وإذا أراد أن يقتطع ويقحم في الكلمات ما لم نقله هذا حر، هو شغله. بس احنا بالأخير احنا في مثل مصري بيقول ربنا ما بيسمعش من ساكت، يعني قل ادعي يا ربي. احنا لازم نتكلم مع الناس، لازم تتواصل، ما نتكلمش مع نفسنا في غرفة مغلقة. الإعلام المصري مش لازم يتكلم مع نفسه. أنا أعتقد أنه كان هناك خطأ جدا، هناك ضعف في إيصال الرسائل الحقيقية ما يحدث على الأرض بكل حيادية إلى محطات إعلامية كبيرة في الغرب، ويترك المجال إلى الطرف الآخر أو إلى بعض الأقلام التي لا تريد خيرا في مصر. احنا نحب الحيادية والصدق والشفافية في كل العمل، سواء إعلامي أو مراقبة. خليني أسألك سؤال، كان يفرق معاك إيه من الناحية الفنية إنك تكون ملاحظ أو مشاهد أو متابع، أو إنك تكون مراقب؟ يعني أنت بتعمل إيه في مصر يختلف عن كنت مثلا عملته في الجزائر أو في الأردن أو في السودان؟ شوف، يعني هي الخطأ في الترجمة فقط، ومش خطأ، هو المشكلة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية. في الإنجليزية observation، بالفرنسية observation، observer. لما تيجي تترجمها حرفيا في الكيمياء أو في الأحياء أو في متابعة الكائنات الحية تبدو لك أقرب إلى الكلمة مراقبة، ولكن في العملية الانتخابية إذا ترجمتها للعربية هي أقرب إلى كلمة ملاحظ أو متابع. في المغرب العربي عندهم لغة عربية سليمة. لما نزلنا على الجزائر تم تزويدنا ببطاقات تحمل ملاحظين دوليين، وتم تثبيت في تونس الجزائر المغرب المراقبة اوبزرفر هو ملاحظ. بحسب فهمنا اللغة العربية هو متابع، لأنه عمل المراقب الدولي هو متابعة ومشاهدة وتسجيل، ليس حكم وليس شرطي. مراقب كلمة باللغة العربية غير لطيفة، وكأنه فيها مس لكرامة هذا الشعب أو هذه الدولة. لا الشعب تدي انطباع بانتقاص السيادة. هي كده للأسف، هي كده. ولكن أنا لا أعتقد أنه حتى المراقبين اللي أتوا بلغة أخرى تحمل أوبزيرفر ليس لديهم هذا الفهم. تمام. خليني أسألك، هل لاحظت بقى يعني في امبارح يوم كامل انتخابات والنهارده تقريبا نص اليوم، هل في العنوان الكبير خروقات، انتهاكات؟ هو بدري نتكلم على الحاجات هذه، ولكن حسب تقارير مراقبين اللي انتشروا في جمهورية مصر العربية. كم مراقب؟ احنا عندنا بعثة مشتركة من 3 منظمات اللي هي الشبكة الدولية لحقوق التنمية ومقرها النرويج، ولها مقرات في جنيف وبروكسل وفالنسيا في اسبانيا. عندنا المعهد الدولي للسلام ومقره سويسرا، والشريك المحلي منظمة ماعد، في مجموع 2614 مراقب دولي ومحلي، منهم 124 مراقب وخبير دولي من 26 جنسية، معظمها جنسيات أوروبية. وأعتقد سبق أن بعضهم تم استضافتهم في مدينة الإنتاج الإعلامي أو في قناة المحور. ما أريد أن أقول لك، تم انتشار الفرق التي وزع المراقبون على 850 فرقة على 25 محافظة. تم توزيع في المحافظات البعيدة وخاصة المحافظات الجنوبية أول أمس. التقارير التي وصلت على مدى نهار الأمس وصباح اليوم من المراقبين، وخاصة في الأمس نتكلم في غرفة العمليات في القاهرة، هناك لدينا غرفتي عمليات مركزيتين في القاهرة و22 غرفة عمليات فرعية في المحافظات. نعم. لتسجيل كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية. بالأمس كان هناك العديد من الأخطاء
لا تتجاوز تأخير في فتح الصناديق، في فتح المراكز. لما سألنا عن الأسباب اتضح أنه الأسباب تأخر وصول القاضي ممكن يكون من الإسكندرية وبعتينه على الصعيد ساعة أو نص ساعة أو ساعة، ومع ذلك سجل المراقبون أن الناس بقيت في أماكنها إلى حين فتح هذه المراكز وانتخبت. في بعض الصور وصلت إلينا وذهبت بنفسي مع أماري لوزان للتحقق من هذه الأشكال اللي هي دعاية انتخابية إلى أحد المرشحين بصور وأعلام، وعندما وصلنا وجدنا أن صبية يبيعون بيع. فسجلتها حتى في الجهاز عندي مسجل الصور وهم يبيعون واشتريت منهم. فحين تتم عملية شراء وبيع معناته هي عملية تجارية وليست من وجهة نظرنا دعاية انتخابية، لأنه ممنوع الدعاية الانتخابية. بعض مندوبي المرشحين في بعض اللجان وصلت التقارير أنهم كانوا يتركوا اللجنة ليخرجوا لعملية شرب القهوة والتدخين لمدة نص ساعة ساعة. نحن لا نراقب هؤلاء، هم أحرار. مندوبي المرشحين هم شهود لصالح مرشحيهم. نحن هنا لصالح المواطن المصري. فبالتالي أنت لا تراقب مندوبي المرشحين. أنا أسأل مندوبي المرشحين آخر في كل جولة، مراقبون يتوجهون بالسؤال: هل أنتم راضون عن سير العملية الانتخابية في هذا المركز من الناحية التقنية؟ هل لديكم شكاوى؟ يسجل الإجابات. لحتى الآن لم يشتكى، يعني لم يصل لدينا شكاوى أو طعون أو ما شابه من مندوبي المرشحين في أي لجنة. الكل أقر بأن لحتى هذه اللحظة كل التقارير التي تصدر من مندوبي أو الشهادات التي نتلقاها من مندوبي المرشحين تقول بأن الانتخابات تتم بعملية سليمة. ما لاحظناه بالأمس. إذن تفضل. المنتج النهائي أنه في حدود من حضر من المصريين للعملية الانتخابية الانتخابات تتم بشكل سليم. وبما أني راقبت في الاستفتاء يعني من مدة قليلة جدا 3 أشهر لامسنا الفرق كمراقبين دوليين بالأمس. بالأمس ذهبت أنا والسيدة أماري لوزان وهي رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي وعضو الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، ولها خبرة طويلة في مراقبة الانتخابات في مختلف القارات. ما تفاجأنا به بالأمس أن هناك طوابير ولكن الناس لا تنتظر طويلا. وعند دخولنا أول مكتب انتخابي في مصر الجديدة وثم انتقلنا لمدينة نصر وشاهدنا نفس الشيء، أن هناك أجهزة لم تكن موجودة وقت الاستفتاء. يتم وضع بطاقة الناخب بعملية سكانر فتخرج بياناته كاملة مما يحدد مكانه في السجل الانتخابي، فيذهب مباشرة يسلم بطاقة التعريف أو البطاقة الوطنية، يأخذ أوراق الانتخاب بعد التأكد من شخصيته، يذهب إلى الصندوق ينتخب. بجانب الصندوق هناك المحبرة أو فيضع إصبعه يبصم يستعيد بطاقته يخرج من الاتجاه الثاني. في وجود قضاة نحن كمراقبين كنا نجلس في كل لجنة 15 إلى 30 دقيقة لملاحظة أكبر عدد ممكن، فلاحظنا أن العملية لم تأخذ أكثر من 5 دقائق بكلها. في عملية الاستفتاء كان القائمين على العملية الانتخابية في حال يعني بعضهم يمكن يقعد ربع ساعة يفتش على الاسم الموجود في الكشوف. فكان بيأثر على صبر الناخبين المنتظرين برا، وخاصة الأجواء يعني شديدة الحرارة. نعم. فأنت شايف أنه من الناحية التقنية والفنية في الانتخابات دي أفضل من الاستفتاء في الداخل والخارج. في الداخل والخارج. خليني استاذن حضرتك في اني اتلقى هذه المكالمه الهاتفيه مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف. السلام عليكم دكتور محمد. وعليكم السلام دكتور معتز، ومرحبا بحضرتك. الله يبارك موفق دائما. الله يبارك في حضرتك يا فندم. خليني اولا اشكرك على مجهودك الكبير جدا اللي بتعمله في حاجات كتير قوي، ويعني متهيألي حضرتك مش محتاج شهادتي يعني، لانه ناس كتيره بتشيد. كانت اعزاز لينا، وحضرتك شخصيه وطنيه محترمه، واحنا نتمنى لنا ولك وللوطن ان شاء الله كل التقدم والتوفيق ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك. حضرتك يعني ساعدنا في ان احنا نفهم ايه اللي بيحصل في مصر امبارح والنهارده من ناحيه الانتخابات. طيب انا هقول لك بمناسبه لما بتقول بعض المبشرات السريعه ان شاء الله الطيبه باذن الله تعالى. باذن الله. اول حاجه احنا دعونا كما تعلم دائما الى تجريد السياسي من الديني، وقلنا ان القضيه قضيه وطنيه، وان مصلحه الوطن تقتضي الايجابيه والمشاركه. واعلنا موقفنا بوضوح شديد ان وزاره الاوقاف لا الان ولا مستقبلا ولا في الانتخابات الرئاسيه
ولا التشريعية ستنحاز لأي مرشح أو لأي طرف أو لأي حزب، ولن تسمح باستخدام دور العبادة بأي شكل من الأشكال، غير أننا كوطنيين نشعر بأهمية المشاركة الإيجابية. ندعو إلى المشاركة الإيجابية لتتحول إرادة المصريين لنظهر للعالم كله أن الشعب المصري قادر على صنع دولة ديمقراطية حديثة بقوة وإرادة، وأن هذه الإرادة والتصميم قابل للتحول من المشاركة الإيجابية في الانتخابات إلى قوة وقادة في العمل والإنتاج والعدالة الاجتماعية وتحقيق التقدم والرقي. وأكدنا أن الفتاوى التي تدعو إلى المقاطعة فتاوى مغرضة منافية للشرع، بل تعد يعني خيانة للوطن، خاصة إذا ألبست بالدعاوى الشاذة التي سمعناها. لمسنا مشاركة إيجابية، لكن بأكد لك على نقطتين مهمين جدا. في الوقت اللي احنا بندعم فيه هذا، اليوم كان اللجنة اللي شكلها السيد رئيس الوزراء لمتابعة مستشفيات جامعة الأزهر، أنا بأكد ليك أننا خلال أسابيع قليلة سنكون أمام صرحين طبيين علامة متميزة في المجال الطبي في مصر. والسيد وزير الصحة رأى الإمكانات الهائلة اللي تحتاج فقط إلى إدارة. وأنا أؤكد في مصر بعض المستشفيات منها مستشفى الزهراء بها إمكانات هائلة وبها أطباء متميزون، لكن محتاج إدارة حاسمة ومحتاج إعادة النظر في الجانب المعاون للأطباء. هذه المستشفى رئيس الوزراء أخذها على عاتقه، كان معي السيد وزير الصحة ووزير الإسكان، زرنا مستشفى الزهراء وذهبنا إلى الحسين تحتاج جهد أكبر في التطوير، لكن عندنا مستشفى التخصصي. أنا الآن في اجتماع مع رئيس الجامعة والنواب لبحث سبل التطوير وعلامة جديدة، وهناك روح جديدة واستجابة من جامعة الأزهر لتوجيهات رئيس الوزراء بإعفاء جميع المقصرين وإعداد منظومة إدارية كبيرة. 2، كنت مع اجتماع لقاء مع السيد وزير الزراعة، وعقدنا اجتماع مشترك في وزارة الأوقاف في بشرى أيضا. ما ورد من محصول القمح هذا العام هو نفس الكمية اللي وردت بالكامل في العام الماضي، واحتمال كبير في إمكانية لتوريد 1,000,000 قمح، 1,000,000 أردب إضافي بما يعادل 30%. وإحنا في هيئة الأوقاف كنا بنوجه نداء للفلاحين بسرعة التوريد للحكومة، باعتبار ذلك أيضا رسالة وطنية، وبصدد إنشاء مشروع الصوامع اللي يوفر من 15 ل 20% من الفاقد. وحتى أخت من السادة الإعلاميين بتسأل سؤال، يعني في ظل الأحداث والمراحل الانتقالية، قلنا لها إحنا بنحاول نتحول من النظام الفردي اللي كان سائد في كل مؤسسات الدولة وفي الوزارات، وإن الوزير أو الرأس في يده كل المفاتيح، إلى منظومات مؤسسية يكون الوزير فرد من أفراد الوزارة، يتغير الوزير، تبقى المشروعات، تبقى مصر، وهنعمل كلنا لصالح هذا الوطن بغض النظر عن مواقعنا. أمس في الطوابير وجدت في لجنة بالمنيل المعاق والمريض وكبير السن، وكان الصف طويلا، فحييتهم واحدا على هذه الوقفة الوطنية، وقلت لهم نرجو أن نتحول بعد الانتخابات إلى طاقة وقادة للعمل والإنتاج. ثم وجهت رسالة، الدولة أعطت اليوم عطلة لتمكن المغتربين، قلت لا نريد أن نتخذ هذا اليوم وسيلة للراحة أو الكسل أو الاستجمام، وإنما وفاء للواجب الوطني في خروج فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف ووكيل الأزهر وقداسة البابا في مقدمة الصفوف أمس في الساعات الأولى، دليل على أن الناس جميعا تعي دقة هذه المرحلة التي تحتاج منا جميعا إلى المشاركة الإيجابية لا إلى السلبية. خليني أشكر حضرتك على 3 حاجات. أولا انه كانه دولاب العمل الحكومي في مصر يعمل بغض النظر عن الانتخابات، ودي سابقه. ربما احنا عاده لما بقى عارفين ان في انتخابات بعد شهر كله بيقف وبياخد اجازه ومحدش بيشتغل انتظارا للانتخابات، وعشان ما حدش عارف الوزير قاعد ولا مش قاعد. لكن حضراتكم بتضربوا مثل في ان انتم بتشتغلوا لخدمه الوطن بغض النظر عن
مين في السلطه ومين مش، يعني مين هيتركها. اتنين، خليني اشكر حضرتك برضو على انه حضرتك قلت جمله مهمه، وانا اتصور ان دي مفتاح دور ووظيفه وزاره الاوقاف في هذه المرحله الحرجه، ان تفصل ما هو ديني عما هو سياسي، والمتهيألي مش بس ما هو ديني، ما هو انساني عما هو سياسي. لانه في يعني برضو متهيألي حضرتك توافقني او حضرتك ممكن تصححني، في نزعه عند البعض ان احنا لو اختلفنا سياسيا اذا نكره بعض ونبتدي ندور لبعض على عيوب، حتى ممكن نستخدم شعارات دينية أو مقولات دينية علشان نشوه بعض. ثالث حاجة كلام حضرتك عن حاجتنا لأن احنا نشارك ونكون جزء من ماكينة التغيير للأصلح والإصلاح إن شاء الله. بمناسبة الإنسان يا أستاذ معتز، دكتور معتز، مهمة جدا في الإنسان. أنا كاتب مقال المشتركات الإنسانية في الشرائع السماوية. ساعتك معايا يا دكتور؟ ايوه انا مع حضرتك اهو. بقول خلينا نشتغل على المشترك الانساني. جميع الاديان السماويه على حرمه الدماء والاموال والاعراض، مفيش دين سماوي واحد اباح الاعتداء على الدماء او الاموال او الاعراض. القيم والاخلاق والصدق والامانه والعمل والانتاج، كل ما يتصل بحياه الناس بعيدا عن الجانب التعبدي الذي بينك وبين الله هو ثابت في كل الشرائع السماويه لم يتغير. وإذا كنا في عالمنا الإسلامي ندعو إلى حوار مع غير المسلمين، ندعو إلى حوار مع حتى من لا يؤمنون بدين، مع البوذيين والسيخ والوثنيين، لأن لا بديل عن التواصل الحضاري. وإذا أردنا التواصل الحضاري الحقيقي لابد أن نبحث عن المشترك الإنساني. ولا يوجد في الإسلام، وأنا بأكد لك فتوى شرعية وأكدها فضيلة الإمام الأكبر، لا يوجد في الإسلام قتل على المعتقد قط فيش قتل على المعتقد. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة كافرة مقتولة كافرة ومقتولة في الحرب قال من قتلها ما كانت هذه لتقاتل. فالقتل لا يوجد على المعتقد وإنما على ممارسة القتال. ولا يجيز الإسلام لا قتل الأعمى ولا الأعرج ولا مقطوع اليد ولا من لا يقوى على القتال ولا الفلاحين في حقولهم ولا الرهبان في كنائسهم، فكيف بمن يحرقون؟ ولا يجيز هدم عمل الكفار في الحرب، فكيف بمن يهدمون في جامعة الأزهر وفي مؤسسات الدولة وفي عامة البنيان؟ احنا يا أستاذ دكتور معتز محتاجين الأوقاف، التعليم، الثقافة، الشباب، الإعلام، صياغة فكر جديد وأن نفهم الإسلام فهما صحيحا. احنا الآن مضطرين أمام الغرب والشرق أن ندفع عن الإسلام تهما هو منها براء، وأن نقول للناس لسنا هكذا، لأن هذه الجماعات المتشددة وكما تعلم وأنت باحث متميز في الجوانب السياسية أن بعضها صناعة غربية تستخدمها ضد أوطانها وقت الحاجة ولتشويه صورة الإسلام في أوقات كثيرة، وعلينا جهد كبير رجاء أن نصحح هذه الصورة المغلوطة إن شاء الله. الله يبارك في حضرتك يا دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. واسمح لي أنا قريت يعني جبت المقالة بتاعت حضرتك على الإنترنت، هي منشورة على أوقافونلاين.com. حضرتك حتى قايل عبارة جميلة قوي، وأروني أي شريعة من الشرائع أباحت قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو أباحت عقوق الوالدين، أو أكل السحت، أو أكل مال اليتيم، أو أكل حق العامل أو الأجير. وأروني أي شريعة أباحت الكذب أو الغدر أو الخيانة أو خلف العهد أو مقابلة الحسنة بالسيئة، بل على العكس، فإن جميع الشرائع السماوية قد اتفقت وأجمعت على هذه القيم الإنسانية السامية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأعتقد أنه الرسالة يعني مفترض تكون وصلت، وجزء منها لا شك أنه أرجوكم لا تأخذوا مصر ولا مصير مصر ولا مستقبل مصر باستخفاف. تخيروا لوطنكم، دي مش لحظة راحة في البيت. اللي يقدر ينزل يشارك في الانتخابات، أرجوكم شاركوا في الانتخابات. مهم إن إحنا نكون شهود عدل على مستقبل مصر. دكتور رمضان أو الأستاذ رمضان أبو جزرة، إحنا معلش بنحاول ندي كده جرعات تفاؤل وأمل للمواطنين المصريين في هذه الفترة الصعبة. أنا هسأل حضرتك تجربة في أوروبا أو تجربة في بلجيكا. احنا عندنا قضيه في مصر النهارده اسمها قضيه الموطن الانتخابي والمغتربين، اللي هو ايه؟ انا مثلا من محافظه ما الشرقيه مثلا، ولكنني اعمل في جنوب سيناء او في اسوان او في الاقصر، فانا معايا البطاقه بتاعتي اللي هي الاي دي يعني او بطاقه الرقم القومي على عنواني في الشرقيه،
حيث بس انا موجود في مكان اخر. اللجنه العليا للانتخابات قالت للناس المغتربه اللي بعيده عن موطنها الانتخابي الاصلي انها تروح تسجل في الشهر العقاري انها عايزه صوتها بدل ما صوتها في الشرقيه صوتها في اسوان على سبيل المثال. في ناس كتيره ما راحتش، اسباب بقى كسل، ما عرفتش الى اخره. فالنهارده احنا امام معضله انه في قطاع رقم ممكن يكون 250,000، ممكن يكون 300,000 400,000، وده بمعايير مصر رقم كبير يعني. انتم في يعني اوروبا والدول المتقدمه عاده بتعملوا ايه مع الحاجات دي؟ انتم وجدتم الحل هذا بالنسبه للمصريين في الخارج. سمح هذا العام او في هذه الدوره الانتخابيه للمصريين في الخارج، وانا اتكلم عن مراقبتنا للمصريين، تصويت المصريين في اوروبا بالتصويت عبر البطاقه او عبر الباسبور، الجواز السفر. صحيح. ولم يسأل عنوانه اذا كان ساكن في مدينه باريس او في مدينه غرونوبل، نفس الشيء. لذلك ارتفع نسبه المشاركه اضعاف الاصوات التي شاركت في الاستفتاء. اما بالنسبه لما تقول عنهم الوافدين، في مصر بتسموهم الوافدين، هو في نظام اداري للاسف قديم وحجري. انت عندما بتقول في اوروبا مثلا، ما تقارنش في اوروبا، قارن حتى في دول عالم ثالث اخرى. من يغير مكان مسكنه من مدينه الى اخرى او من محافظه الى اخرى، اذا لم تكن هناك بيروقراطيه في الاجراءات يستطيع ان يستبدل عنوانه في عده ساعات او عبر الانترنت، او ممكن بزياره واحده الى مركز البلديه او كذا فيوضع العنوان الجديد على البطاقه. بالتالي يحق له التصويت بشكل عادي بدون ان يذهب الى الشهر العقاري وياخذ تصريح. انا كنت اتمنى انه تفتح، يعني آن الأوان إلى دولة بعراقة وعظامة الشعب المصري، أو دولة جمهورية مصر العربية التي أدخلت التكنولوجيا في جميع في مختلف المجالات. في الجامعات رأينا كيف تطور التكنولوجيا، وعلماء مصريين الآن يعملون في مؤسسات دولية برا. آن الأوان لإدخال التصويت التكنولوجي في هذه العملية أيضا. عندما نتكلم عن تصويت تكنولوجي، أول شيء هناك عدة فوائد: يوفر مئات ملايين الدولارات على الدولة. 2 يسهل العملية. 3 يلغي نظرية الأوراق الخاطئة أو الملغية، إنه في ورقة عليها حبر ما عليهاش حبر. 3 يصيب النتائج بدقة في زمن فوري. 4 يقطع ألسنة المشككين في الداخل والخارج في النسبة. هذا جهاز. العملية هذه تتم بأن بالبطاقة الإلكترونية تذهب يوم الاقتراع إلى صندوق معين في كل مكتب انتخابي، تضع بطاقة ولها رمز مثل فيزا كارت يعني، فيفتح هذا كارتك، أنت حر. أمامك صور المرشحين ومربع أبيض، تختار من تريد أو لا تريد أن تصوت لأحد، تضع مربع أبيض، تخرج بطاقتك. عندك دليل قدام الدولة مباشرة، بيخرج في الكمبيوتر المركزي للدولة أنه فلان صوت. في نفس اللحظة، في نفس الثانية يسجل. بيتسجل، وبالتالي احتمالات التزوير واللعب كل ده مستحيل، لان انت في لحظة ما ممكن تلاقي الرقم نط من كذا لكذا، تقول لك ايه ده، ايه اللي حصل هنا؟ ايوه، ده لو حصل يعني حد فرود يعني او تزوير. هذه امور صعبة هذه، ويتم التحكم في غرفة المعلومات من الجهة، من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. اعتقد انه هذا لسه يعني بدري عليه، ولكن انا اقول آن الأوان. نرجع لموضوع المشاركة. مصر لها خصوصية خاصة وفي هذه الانتخابات. المشاركة حسب ما تلقيناه من معلومات واستشفناه من الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني ومن الوطنيين المصريين، أن الذهاب إلى التصويت دكتور معتز هذه المرة هو ليس الذهاب للتصويت لأحد المرشحين، هو الذهاب إلى هوية مصر. مصر دولة تقدمية المنفتحة على العالم، أم مصر التي يراد لها أن تعيش السيناريو الليبي أو السوري؟ هذا شيء اقتنعنا فيه، ونحن كمراقبين وحقوقيين ما كنا لنطأ أرض مصر لو كان هناك أحزاب إسلام سياسي أو أحزاب احنا نسميها الدين السياسي. نحن لا نعترف بهذا الشيء. كل الأنظمة الديمقراطية تعترف بأن السياسة مهنة يتابعها السياسيين من أجل نمو بلدانهم. الدين أنا من وجهة نظري والمنظمة التي أعمل بها لا نتبع أحزاب دينية في العمل السياسي، ولا نشاركها ولا نراقب حتى الانتخابات التي تكون فيها، والدليل لا نراقب في انتخابات 2012 مع أنه طلب منا. طب لا بس مهم يعني، كأنه حضراتكم في المنظمة بتاعتكم لا تتابعوا انتخابات بيكون فيها أحزاب محسوبة على اليمين الديني علنا مثلا. ممكن يضحكوا علينا يقولوا لنا حزب الحرية والعدالة، ملوش دخل.
بس ده علنا. الحريه والعداله ما يقولكش اخوان عفوا انا قلت الكلام هذا حريه والعداله هي عشان موجود في مصر وفي تركيا ومش عارف لا هذا يعني علنا اخوان المسلمين هم يصرحوا بهذا الشيء. اما مثلا لو سموه حزب السلام وهو تابع لحزب ديني او لتيار ديني ما فيش ادوات رموز هذا الحزب مش هم رموز انتم من المدرسه اللي بتشوف انه حينما يختلط ما هو سياسي بما هو ديني بيتحول لما هو طائفي. السياسه عندما انفصلت عن الدين في اوروبا اللي الان معظم الكتاب حتى لما ينتقدوا الحاله المصريه ياخذوا اوروبا كمثل. لم تنمو وتتقدم اوروبا والنهضه العلميه لم تبدا الا عندما تم فصل الكنيسه عن الدوله. والى يومنا هذا الكنائس موجوده مفتوحه لكنها فارغه، او نحكي على بيوت العباده. بيوت العباده لا تغلق في وجه احد، انت تريد ان تذهب للصلاه فتذهب تصلي مهما كان دينك، ولكن العمل عليك واجبات. قبل أن تكون لك حقوق عليك واجبات. على الشعب المصري واجبات. عندما يكون يوم عمل يوم إجازة مدفوع الأجر أقل القليل على المواطن المصري أن يستحق حقه. أنا مواطن بلجيكي، أنا مغرم ب 500 يورو 5000 جنيه في اليوم اللي أغيب فيه على الانتخاب. هذا ما لا أعلمه. وبلجيكا حضارة عمرها 300 حضارة ديمقراطية تمارسها من 300 سنة. أنا كمواطن بلجيكي إذا لم أذهب للاقتراع أغرم من 500 يورو إلى 5000 يورو، يعني من 5000 جنيه إلى 50000 جنيه. لذلك نسبة التصويت عندنا عالية جدا حتى لا يغرم. في بعض الأصوات تقول لا هذا اعتداء على حرية الناخب، عاوز يصوت يصوت، مش عاوز يصوت مش عايز يصوت هو حر، أوكي. مش عايز يصوت ما ياخدش الإجازة تبعته، لا يروح يشتغل. اثنين، من وجهة نظري أنا شخصية وليس لوجهة نظر منظمة، في أيام الانتخابات على المواصلات أن تكون مجانية يا أخي. بعض الفقراء لا يستطيع أن يدفع مواصل. على المواصلات أن تكون مجانية سواء مترو أو أتوبيس أو قطار بين المدن إذا كان في ناس مسافات بعيدة. أنت الدولة يجب أن تتيح أكبر فرصة ممكنة أمام الجميع للتصويت. ليس التصويت فقط صندوق اقتراع ومكتب انتخابي. هناك تسهيل وتهوين الأمور على المواطنين. هناك آلاف المواطنين عندهم النية والرغبة الحقيقية للذهاب إلى التصويت، ولكن إذا لا يمكن إمكانيات ركاب تاكسي أو مواصلات مدفوعة الأجر ممكن يتقاعس اول يوم. هي الدوله دلوقتي بتحاول تعمل حاجه زي حضرتك بتقول، يعني بتحاول تقول يعني ما تدوش مخالفات للناس اللي بتركب القطر تنتقل من مدينه لمدينه او من مدينه لقريه عشان يتصوتوا فيها. بس حضرتك مش شايف انها في بلجيكا الامور هناك سيستماتيك اكتر، او ليها ده الاصل في الامور مش الامور الاستثنائيه زي حالتنا دلوقتي؟ ما كانش الاصل. ما كانش الاصل، ولكن بالتجربه الشعوب يا صديقي تتعلم حسب ما تعودها. في مصر اعتقد انه قبل 10 سنين كان موضوع الحزام السياره ما كانش الناس في الاول كانت ايه ده هو دي اصلا. الان تتعامل معه اوتوماتيكي. انت عودت المواطن انه لازم يحط حزام السياره فده يحطه. انت عود المواطن. الاجيال، انا اتكلم يا دكتور معتز على الاجيال القادمه في مصر. مصر هي يعني مناره العالم العربي، مناره البحر الابيض المتوسط. مصر هي الشريك. يعني نتكلم اهميه مصر ماذا؟ انا لا اقول انه هذا الكم من المراقبين الدوليين والمنظمات الدولية والإعلام العالمي اللي موجه شاشاته ليل نهار على مصر. لماذا؟ لأن مصر هي موجودة في الجزء الآخر من الكون لأهمية مصر، المنطقة كلها، باستراتيجيتها، بأيديولوجيتها، بوجود مصر الآن في محيط ما سمي بالربيع العربي، وأعتقد أن الربيع سيبدأ غدا أو من مصر الربيع الحقيقي. أهمية مصر أنا ده أتكلم سياسة وأنا مش حابب أتكلم سياسة. تم تغيير التوجه المراد الحكم به 40-50 سنة قادمة من الداعمين أو المؤثرين في المنطقة، من فكر إسلام سياسي يحكم المنطقة مما يؤدي إلى تقسيمها أو توقيع اتفاقيات لمدة 40 سنة 100 سنة مع إسرائيل. هذا الفكر فشل من مصر. الإسلام السياسي تم قضاء على مشروعه من مصر. الشعب المصري عليه أن يتحمل مسؤولية وفاتورة كبيرة ويساند الدولة. مصر لم نأتي إلى مصر لو كانت دولة ديكتاتورية، لم نأتي إلى مصر كل هذا الكم من المنظمات الدولية لو كان هناك حكم مسبق وليس رأي. في فرق بين رأي، أنا ممكن أتهم مصر ب50 اتهام، ولكن الحكم شيء. هذه المنظمات مركز الاتحاد الأوروبي، مركز كارتر، الشفافية الدولية، الديمقراطية الدولية، الاتحاد الأفريقي، الجامعة الدول العربية، منظمة شرق غرب شمال جنوب، الحكومة الماليزية بعثت، الحكومة الهندية بعثت مراقبين. مصر سمحت لكل هؤلاء المراقبين بالحضور. تقدموا تعالوا. لم يمنعونا من وصول أحد. منعت لنا نحن شبكة دولية للحقوق والتنمية بعض المعدات مثل ملابس وكذا
ولكن استخدمنا الطريق الأنسب. تم مراسلة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ثاني يوم تم التصريح بدخولها، وكان هو روتين في الجمارك وليس سياسة معلنة. الاتحاد الأوروبي عندما تأخر لهم بعض الأشياء عملوا لا فلوس ليه؟ احنا يعني ملابس. فسيدي التحدي اللي فيه الشعب المصري اليوم، واعتقد حسب التقارير اللي وصلتنا امبارح من نسبة الإقبال من التسهيلات اللي شافوها الناس، إذا ما تجاوزنا وسنكتبها في التقرير بعض الأخطاء وبعض الأشياء السلبية التي حدثت في بداية اليوم الانتخابي وتم تداركها فيما بعد، شيء مبشر. وإن كنت كحقوقي أتمنى وصول 100%، وهذا مستحيل، من الشعب المصري للداء بصوته 100%. ولو تذهب نحن نتمنى وصول الناخب ويدخل. في شيء عجيب عند المصريين، الشعب المصري هو كلهم أمين لجنة. لما بنوصل نراقب في كل مكان فبتلاقي الناس تقعد تشرح لنا، الناس تعالوا توصلكم، خذوا الورقة من هنا، اطبع هنا، حط الصور. يعني 7 عمليات انتخابية خلال 3 سنوات مر عليها الشعب المصري، ألصق لديهم خبرة كافية للتعامل مع الصندوق. فلا أحد يجهل الشعب المصري ولا أحد يتهم الشعب المصري أنه مش فاهم. أنا شفناهم وسجلنا وصورنا. نعم. معنا الدكتورة عزة هيكل، الكاتبة الصحفية وعضو المجلس القومي للمرأة. مساء الخير دكتور عزة. اهلا، مساء الخير يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. طبعا انا متهيألي انه لا يمكن. اتفضل حضرتك، عايز تقول حاجه الاول؟ لا ابدا، انا بس بشكركم على التغطيه طبعا، لكن انا من خلالكم بطالب يعني بدعوه وارجو ان نتبناها جميعا. الحقيقه هم دعوتين. الدعوه الاولى للسيد رئيس الجمهوريه المستشار عدلي منصور، يعني في 8 مليون من الوافدين في ظروف صعبه، يعني لم يستطيعوا ان يدلوا باصواتهم، واحنا بتجيلنا تقارير للمجلس القومي بتسجل هذه الحالات. فارجو من السيد المستشار ان يطالب او ان يطلب من اللجنه العليا للانتخابات كما طالبنا من قبل وكتبنا ونادينا بان يسمح بان يكون غدا للوافدين حتى في مصر ان يدلي الوافد بصوته في اي لجنه وفق بطاقته الشخصيه. دي نمره 1. نمره 2، ارجو مره اخرى أن إذا كانت هناك غرامة 500 جنيه غرامة، فهذه الغرامة يتم تحصيلها وفق أسبقية. إذا كان في من سوف يعيد أو سوف يجدد بطاقته الشخصية يتم تحصيلها فوريا. من يريد أن يجدد رخصة قيادة يتم تحصيلها فوريا، أو حتى من يريد أن يجدد بطاقة التموين فإنه يتم تحصيلها فوريا. ليس هذا عقابا، ولكن من لا يريد أن يشارك سواء مرشح سين أو مرشح صاد، ولكن من لا يريد أن يشارك في بناء مصر ليس له مكان في مصر. بشكرك يا دكتور عزة، شكرا جزيلا. هو بس أنا عندي الجزء الأول الخاص بمناقشة لرئاسة الجمهورية. أنا بحاول من امبارح نعمل حاجة في الموضوع ده، إنما واضح أن هناك وجهتي نظر قانونيتين متصادمتين. الأولى إنه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا يجوز إن حد يتدخل في عملها أو إلى آخره، وإنه حتى لو في تعديل تشريعي فده هياخد وقت عبال ما يطبق، لازم ينشر في الجريدة الرسمية، حدوتة كده كبيرة قوي. ووجهة النظر الأخرى إنه نقدر يعني نحاول إداريا ولوجستيا من خلال الأدوات يعني إن إحنا نساعد الناس. لكن في كل الأحوال يعني بشكر حضرتك على حسك الوطني سواء في المناشدة الأولية أو الثانية. بس خليني انقل حضرتك بقى لموضوع انا حقيقه سعيد بيه جدا، المشاركه النسائيه الكبيره. يعني ده لا ملامه على سيدات مصر، صح؟ دكتور عزة. طيب نحاول معاها مره ثانيه. عندي سؤال. اتفضل. هل في فجوه كبيره في نسب المشاركه في الدول الثانيه اللي حضرتك يعني لاحظت الانتخابات او راقبت الانتخابات فيها بين من هم فوق سن ال40 مثلا ومن هم دون سن ال40؟ نتكلم على بشكل عام في دول العالم الثالث. السمة الغالبة في ال10 سنوات الفارطة هي تدني نسبة المشاركة بشكل عام. كبار يعني وصغيرين. كبار وصغيرين في كل دول العالم الثالث. حتى في الدول اللي أصبح فيها ربيع عربي، حتى في الديمقراطيات العالم. شوفوا دكتور معتز، صعب أن تقارن ديمقراطيات عريقة 200-300 سنة بشعوب تمارس الديمقراطية من 3 سنوات ومن 10 سنوات. ومعظم هذه الشعوب أصلا عانت من استعمار 70 سنة و100 سنة و200 سنة، يعني تم إلغاء طمس هويتها الإنسانية لهذا بأداء الاستعمار، ومن ثم ثورات
وبعد الثورات يحكم من قاد هذه الثورات وغالبا هم عسكر في فترة معينة. الآن هذه الديمقراطيات يجب مساعدتها للوصول إلى مستوى قريب من هذه الديمقراطية الحديثة. نسبة المشاركة عندما تتدنى يكون لها أسباب. نعم. في حالة مثل الحالة المصرية ترتفع. إذا ما قررنا، أنا الآن أتكلم على عملية انتخابية انتهت اللي هي تصويت المصريين في الخارج. الكل ولسنا كمراقبين دوليين، الكل أجمع حتى اللجنة العليا للانتخابات أن عدد المصوتين أو المشاركين في العملية كان أضعاف من شاركوا في الاستفتاء. هذه الحالة تكاد تنطبق على الحالة، ولكنه يعني بدري خالص نتكلم عن هذا الموضوع لحين انتهاء ساعة التصويت. الشيء السمة الغالبة أيضا وهذا شاهدناه في الاستفتاء وفي الجزائر مؤخرا، كبار السن سيدات ورجال باكرا يتقدمون ويصطفون أمام مراكز الانتخاب، بيشاركوا أكثر من بكثافة أكثر. طب أنا بالمناسبة الحديث عن السيدات معانا الأستاذة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك دكتور معتز، اهلا بيك. الله يبارك في حضرتك. يعني متهيألي لا ملامة على سيدات مصر في الانتخابات، يعني قمنا بواجبهن على افضل وجه، صح؟ صحيح صحيح صحيح، رغم كل الظروف الصعبة اللي يعني سنوات طويلة تعرضت لها المرأة المصرية، رغم أن يعني ما خرجت أبدا طالبة غير وطنها ومحبة وأمن وطنها واستقرار بلدها، يعني نموذج للوطنية، بنت الوطنية المصرية، سلسال قادم من تاريخ عميق للمشاركات حتى قبل ما ترتفع نسب التعليم والمناصب وكل هذا، وتكون هناك كيانات راعية للمرأة رسمية وأهلية ومدنية بتكوينها بانتمائها بحبها. التكوين الخاص للمرأة المصرية جواه جواه بعمق مكونات الشخصية المصرية، في الانتماء بأمانة لهذه الأرض، في احترام التراب الوطني والخروج للدفاع عنه بكل الأشكال الممكنة. وأنا بتصور أن المرأة دائما تتصور أن كل خروج لها هو حماية لهذا الوطن قبل ما بتدور على حماية نفسها أو أولادها. هل حضرتك مستشعرة أن في فجوة بين من هم فوق سن 40 ومن هم تحت سن 40؟ شوف بدون شك أن الاضطراب اللي عشناه والظروف ما خلتناش نعرف نقف وندير حوار. يعني بدون شك أن ليس كل الأشياء كما نتمنى، وبدون شك أن ما نتمناه كان أفضل، وبدون شك أن ما حدث كان معجزة بكل المقاييس، أن هذا الشعب يخرج مرتين عشان يسقط نظامين ورئيسين لم يستطيع أن يعرف قدر هذا الوطن، أو حس المصريين بالخطر بأن يعني عشرات السنين النظام الأسبق والنظام السابق سنة لم يحتملها، تغيير الهوية، تغيير المكونات، التفريط في التراب الوطني، كل هذا شيء مش بسيط. هذا إنجاز لشعب دفع فيه أشياء كثيرة جدا من الطاقة، من المكابدة، من الصبر ليصنع هذا التغيير. هو ما بيقولش غير فبيتغير، ما حدش يقدر ينكر طاقة هذا الشعب. فعشان كده أنا كنت بتمنى أن بعد التغيير الذي حدث، أو المد العظيم ل 25 يناير في 30 يونيو، ثم 3/7، ثم 26/7، ثم الدستور 2014، أن ندرك أن التحديات كثيرة جدا، وأن لا يمكن نقول ما فيش أخطاء، إنما نقف نصححها على أرض مستقرة، ونحن نجمع شتات وطن، ونحن نوقف ما يتعرض له هذا الوطن من مخاطر. هل حد يقدر ينكر أننا داخل مخاطر كثيرة في المنطقة كلها؟ أن هناك مخطط كبير، أن هناك آلام داخل مصر وميراث آلام اقتصادية وتدمير إنساني وتدمير ثقافي و كل هذا، ولكن على أرضية واحدة تجمعنا، أننا من قبل كنا نسقط نظامين، إنما الآن ننتمي لثورة أو لاستكمال ثورة، فعلينا أن نتقبل الأخطاء في ضوء هذا،
فوق أرض سوية نقف لنصححها، لأن الخلاف وارد وضروري. يعني مش ممكن نقول لا يمكن أن نختلف وأن ما هناك ما فيش أخطاء، لا في، طيب نصححها. إنما هل أي شيء ممكن يعني نضعه في كفة واحدة مع مخاطر يتعرض لها وطن أو مخططات تكتمل أو خطر جسيم يريد أن يحول هذا الوطن ليلحق بأشقاء أعزاء في سوريا وفي ليبيا يعني نحن نشاهد دائرة النار التي تحيط بنا ونشفق على ما يتعرض له الأشقاء. من هنا كان جمع هذا الشتات، جبر هذه الفجوات اللي أشرت إليها دكتور معتز، تصحيح الأخطاء، مواجهة من يخطئ بأخطائه، ده واجب. بالعكس مش هنقدر نتقدم للأمام إلا إذا صححنا وإلا إذا واجهنا من يخطئ بخطأه. إنما هل يختلف أحد معي وأرجو أن يصحح لي أن فوق أرضية تقاوم محاولات بس أو تسميق الاحتراب والصراع والاستقطاب والكراهية والاتجار بالدم وما يدور حتى الآن في الشارع المصري من جمع بطاقات، من تخويف من الذهاب لصناديق للانتخابات، من اتجار بالألم المصري بالبسطاء الطيبين اللي أجرمنا في حقهم بنسب الفقر والأمية، لأن في بلد لديه كل مقومات الغنى البشري والطبيعي. فأنا أرجو في هذه اللحظات أن نقف من أجل وطن ثم نصحح كل ما نريده ونحن نصطف وراء سلامة الوطن دون أي يعني خلاف، على أن الاختلاف من حق كل من يختلف ويصحح ويصوب. كأنه حضرتك أستاذ سكينة بتقول لنا ما يلي الأهم فالمهم. خلينا الأول ننقذ البلد، نتأكد إن في دولة، نتأكد إنه الدولة دي لها رئيس بيحكمها ولها برلمان بيشرع لها، تكتمل مؤسساتها، وبعدين نبتدي نطالب هؤلاء بقى نحاسبهم على ايه اللي حصل وايه اللي بيحصل وايه القرارات والى اخره. انما ما ينفعش نتمرد على فراغ او يعني انا يعني لا يمكن ان نتصارع والارض تضيع والخطر يحيط بينا، وان يعني ايه ان تسقط بقيه مؤسسات هذه الدوله. انت عندك دستور يمنع ان ياتي اي رئيس ليستبد او ينفرد او يستطيع ان يستعيد أو يستنسخ الماضي الذي كان يقوم بإقصاء هذا الشعب. أنت عندك استحقاقات وعايزين ونسعى إلى نظام انتخابي يعني نستطيع أن يأتي بأفضل من يمثلون هذا الشعب وقواه، وخصوصا القوى الشبابية. يعني نلتفت لعناصر البناء، عناصر التصحيح، وأنا بركن إلى الركائز القوية استخدمها في البناء بدل ما استخدمها في الخلاف، بدل ما استخدمها في الصراع. وأنا عارفة إن البلد جواها إيه. يعني هنقدر الآن ننكر هذا الإرهاب. ماذا في سيناء؟ ماذا على الحدود مع ليبيا ونحن نتمنى السلامة للشعب الليبي؟ ماذا في الجنوب؟ ما كل هذا ومع هذا كل وسط ده كله شعب عظيم قدم امبارح مشهد وطني يدل على ايه؟ امبارح الخروج بالنسبة دي كان معناه ايه؟ معناه ادراكه للحظة، معناه ادراكه للمخاطر اللي فيها وطن، معناه انتخابه للامان، معناه انتخابه للاستقرار. يبقى علينا جميع القوى اللي قادرة على أن تحرك وعلى أن تؤثر أن ترعى هذا، وهي ترعى كل هذا وهي تستند إلى عناصر البناء، عناصر التصحيح، عناصر يعني ليس مسموح طبعا بعد 25 يناير و30 يونيو وهذا الإعجاز اللي عمله المصريين، أي استنساخ للماضي، أي استبداد، أي إقصاء، بشكرك أستاذ سكينة فؤاد، شكرا جزيلا. حضرتك كأنك بتقول لنا لو عندكم كذا امتحان خلص الامتحان ده وبعدين الامتحان ده وبعدين الامتحان ده، ما يبقاش المسألة ان احنا نخش كل امتحانات مع بعض وعايزين نحقق معجزات واحنا ما عندناش امكانية ان احنا حتى يعني نتعامل معاهم بالتوازي. الموضوع لازم يكون فيه ترتيب اولويات. معانا مركز اخبار المحور اصدقائنا هناك عشان نشوف ايه اخر التطورات على ارض الحدث، وبعدين نرجع نكمل حوارنا مع الاستاذ رمضان ابو جزر. هيثم.
اهلا بيك وبضيفك الكريم زميلي دكتور معتز. وخليني اقول لك مجموعه من الاخبار. البدايه عند المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، واللي قال ان اللجنه العليا للانتخابات هي صاحبه القرار فيما يتعلق بازمه الوافدين، وقال كمان ان الغرامه جاءت بناء على القانون اللي بيطبق، ومد فتره التصويت يتوقف على نسبه الاقبال، واكد ان العالم بيشهد انتخابات نموذجيه وانه لا يوجد اي مشاكل، وان الاجازه جاءت بناء على مطالب جماهير عريضة. موجه رسالة كمان في نفس الوقت للشعب وقال لهم شاركوا صوتكم أمانة. كمان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أصدرت البيان رقم 45 ليها منذ قليل. البيان بيتعلق بمسألة التصويت الخاص بالوافدين، والبيان جاء فيه ان اجهزه الاعلام واخرين دأبت على التشكيك في بعض قرارات اللجنه، واهمها القرار الخاص بكيفيه الادلاء الخاص بالوافدين واصواتهم، بادعاء ان اعداد الوافدين الراغبين في المشاركه في الانتخابات قد تجاوز 6 ملايين ناخب. وتشير اللجنه ان مثل هذه الاصوات قد تعالت قبيل اجراء الاستفتاء على التعديلات الدستوريه سنه 2014، مما دفع السيد رئيس الجمهوريه الى اصدار قانون بالسماح للوافدين بالادلاء باصواتهم، رغم اعتراض لجنه الانتخابات العامه وقتها خشيه تهديد النتائج بالبطلان. وده اللي نشير اليه ان شاء الله وهنشير اليه لاحقا، الا ان عدد الوافدين اللي ادلوا باصواتهم في هذا الاستفتاء لم يتجاوز 424 ألف ناخب، وليس بالملايين كما ادعى البعض. الكلام ده لسه مكملين في بيان اللجنة العليا للانتخابات. كمان بتوضح اللجنة ان عدم ادلاء الوافدين باصواتهم دون التسجيل المسبق للوافدين سيترتب عليه بطلان الانتخابات واعادتها على الاقل. ده طبعا في بعض الدوائر لتكرار التصويت. عايزين نقول فقط والله اعلم، يعني هذا ما رايته، ان ما كانش فيه تشكيك في قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ما كانش فيه اي اتهام للجنة العليا للانتخابات. كل ما حدث وكل ما شاهدته يعني اقتصرت اذاني على سماعه هو مناداه ومناشدة وطلب وحث اللجنة العليا للانتخابات إذا كان ذلك وفقا للقانون انها توفر لجان للوافدين، عشان حتى ما نخسرش اللي اكتر من 400 ألف صوت دول اللي ممكن تكون اللجنة يعني في بيانها بتقدرهم بعدد قليل. خلينا نقول انها كانت مناشدة وكان طلب وكان حث للجنة العليا للانتخابات. بكرر مرة تانية ان ما كانش فيه اي نوع من انواع التشكيك، هذا والله اعلم هذا ما شاهدته. خلينا نروح كمان لبعض غرف العمليات اللي بتتابع الانتخابات. يعني مثلا غرفة عمليات نادي قضاة مصر أكد أنه تم توقف عمل اللجنة رقم 51 فوزي مسعود مركز هي الشرقية لمدة 15 دقيقة لقيام أحد الناخبين بتعليق لافتة لأحد المرشحين في المقر الانتخابي، مما يعد دعاية انتخابية، وتم استئناف عمل اللجنة بعد اتخاذ اللازم قانونا. نعرف تفاصيل أكتر من داخل أو عن اللجان بشكل عام من زميلنا المستشار محمد عبد الهادي عضو غرفة عمليات نادي القضاة. سيادة المستشار أهلا بيك. اهلا وسهلا فندم. سيادة المستشار، يعني من داخل غرفة العمليات آخر المستجدات وآخر الملاحظات اللي وصلت لحضرتك. طيب، هو النهارده الحمد لله بدأ اليوم في الساعة 9 صباحا. الحمد لله انتظمت الغالبية العظمى، ان ما كانش اقدر اقول الكل، لان احنا بنحكم على 15899 لجنة، وبالتالي لما اقول ان في 3 4 5 لجان اتأخروا لظروف قهرية، الامور الحمد لله ماشية بشكل منتظم وهادئ. حصل بعض المخالفات البسيطة زي ما حضرتك قلت كده، في لجنة ناخب مش واخد باله ان تعليق يافطة على سور المدرسة ده دعاية انتخابية، فوقفت اللجنة لحد ما اليافطة اتشالت، ونبهنا عن الناخب. برضو السادة القضاة عملوا مع الامور بمرونة شديدة، لانه مثلا انا مش يعني اخذ احد المواطنين عن جهله باجراءات اللجنة العليا. في الوقت نفسه مثلا بعض اللجان حصل فيها مثلا سيد الزميل شعر بأزمة صحية ونقل على أثرها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، والحمد لله اطمأنينا على حالته. توقفت اللجنة برضو بعض الوقت، وتم انتداب قاضي آخر لاستكمال عملها. دي كانت في مدرسة المنزلة الابتدائية، نزلة السمان الابتدائية في الهرم. الحمد لله الأمور بتسير على يعني بشكل مستقر. حسنا فعلت اللجنة العليا بالبيان اللي أصدرته، لأنها وضحت حقائق كثيرة.
الاقاويل تعددت، الاجتهادات كثرت. يجب ان تضع اللجنه العليا الشعب قبل القضاء وقبل الاعلام امام حقائق محدده، علشان ما حدش يظن ان اللجنه العليا بتسير بمعزل عن الراي العام او بتسير بمعزل عن طموحات الشعب المصري واماله. البيان وضح حاجات كتير، اهمها ان اللجنه العليا حريصه كل الحرص على نزاهه سير العمليه الانتخابيه. طب بس استاذنك يا سياده المستشار، استاذن حضرتك يعني قانونا تفسر لنا هذا الامر قانونا، وهو عدم تطبيق ما حدث في الدستور بفتح لجان للوافدين. يعني إذا كان هذا يعني مخالف للقانون بشكل أو بآخر، كيف طبق من خلال قرار للسيد رئيس الجمهورية في الاستفتاء ولا يطبق في الانتخابات الرئاسية؟ يعني هل كان ممكن أم لا؟ أولا يا فندم، الدستور لم يتطرق إلى الوافدين. تمام. وبالتالي الأمر اختلف عن مسألة الاستفتاء. أما عن النأي بالعملية الانتخابية عن أبيها عن البطلان، ده كان سببه إن احنا أمام انتخابات تنافسية. دي الإجراءات اللجنة الطارئ أثناء عملية الانتخابات أو اتخاذ إجراء ما من شأنه أن يطعن على الإجراء نفسه بالبطلان، ده بيؤثر على سير العملية الانتخابية ككل. فاللجنة يجب أن تكون حريصة أولا على سلامة العملية، لأن في الآخر في نتيجة هتعلن، وفي احد المرشحين هيوفق واحد المرشحين لن يوفق. مش من الطبيعي ولا من المقبول ان المرشح اللي هيوفق يظل يعاني طوال رئاسته لمصر في هذه المرحله الحرجه باجراءات بسيطه قد يطعن عليها بالبطلان. تمام. فسلامه العمليه ده مهم جدا. تمام. انا ممكن النهارده انهي العمليه الانتخابيه ب10 مليون ناخب مثلا، او انهيها بكره بالاجراءات الاستثنائيه دي ب11 مليون ناخب. هل تعتقد حضرتك ان زياده المليون، وهو لا احد لكلا المرشحين، انا مش بفضل واحد على الثاني، بس هل الزياده طبعا حضرتك بتتكلم في 10 مليون و11 مليون كارقام افتراضيه يعني. طبعا حضرتك بتتكلم عن 10 مليون و11 مليون كارقام رقم افتراضي يعني بتضرب بيه المثل. انا بتكلم على مثال. طبعا انا ما عنديش احصاء طبعًا اصلا، غرفه عمليات نادي القضاه لم تحصي اعداد. طبعا انا بتكلم على مثال. يعني احنا دايما بنقول ايه؟ احنا عايزين الناس تشارك. طيب مشاركه الناس هي امل الجميع، حتى القضاه الذين منذ الامس ظلموا في بعض وسائل، وانا بحدد بعض وسائل الاعلام وليس كلها. معظم وسائل الاعلام وسائل الاعلام محترمه وبنتعاون معاها وبتقدرنا واحنا بنحترمها، لكن ظلموا على لسان او عبر بعض وسائل الاعلام في دورهم وفي واجبهم وفي امانتهم وفي حيدتهم وفي نزاهتهم. طيب احنا دلوقتي استاذن حضرتك بس يا سياده المستشار، على ما تبقي من العمليه الانتخابيه. ظلموا في ايه يا سياده المستشار؟ ايه يا فندم؟ ظلموا في ايه؟ انواع الظلم يعني او نوع الظلم. اقول لحضرتك، عندما يقال ان هناك عدد من اللجان، ذكرت اسماء عده لجان بشكل انا بعتبره هستيري، ان رؤساء اللجان هناك شكاوى بتوجيه الداخلين، وعندما تفحص الشكوى ويتثبت لك عدم صحتها لا تصدر نفس الوسيله الاعلاميه بيان تقول فيه ان اللجنه التي قيل عنها كذا ثبت عدم صحتها. لعلم حضرتك لم يستبدل قاضي حتى الان بسبب توجيه ناخب. ده مهم جدا. استبدال القضاء فقط كان بناء على ظروف صحيه، على السمعه العامه للعمليه الانتخابيه. استبدال القضاء فقط كان بسبب يعني اسباب صحيه. ايه يا فندم؟ استبدال القضاء كان فقط بسبب يعني ظروف صحيه للقضاء. بعض القضاء ظروف عده، بس هدي لحضرتك منها مثال. مثلا لجنه الساحل كانت مشهوره قوي امبارح، قالوا في لجنه في الساحل القضيه بترشد الناخبين. اللجنه دي بالذات حصل فيها مشاحنه وخلافات بين الناخبين وبين الزميله رئيس النيابه من هيئه النيابه الاداريه. ادى على اثرها ان الناخبين كادوا ان يغلقوا اللجنه، وكاد يحصل ما لا يحمد عقباه. فاللجنه العليا انتدبت قاضي زميل راح استكمل بدلها اللجنه، وهي رجعت على قوه اللجنه العامه. تمام. الاستبدال في حد ذاته يا فندم دليل على انه لا توجد مخالفه. هو المخالف بستبدله ولا بستبعده؟ تمام. طيب المخالف بستبعده المفروض. طيب وبالتالي اذا قلنا في استبدال يبقى هو لم يخالف، انا هخليه على قوتي ليه لو هو مخالف؟ تمام. طيب سياده المستشار، يعني اخر
سؤال، يعني في بعض الأنباء بتتواتر الآن حول احتمالية مناشدة بعض القوى السياسية للجنة العليا للانتخابات وللسيد رئيس الجمهورية، يعني مناشدات عامة بمد فترة التصويت يوم آخر. احتمالية وقانونية ده وممكن يحصل ولا لا؟ اللجنة العليا من حقها وفقا للظروف اللي بتطرأ أمامها أن تتخذ القرارات التي تسير العملية الانتخابية، ده ما فيهوش خلاف. المعيار بيبقى إيه قدامي؟ هل هناك حاجة وضرورة ولا مجرد طلبات؟ هو احنا بص، عشان أقول لحضرتك على حاجة بمنتهى الصراحة، لازم من يعني في الفترة اللي احنا بنمر بيها دلوقتي دي فترة حرجة، اليوم الثاني من أيام الانتخاب، ما ينفعش لا أنا أزايد على حضرتك ولا حضرتك تزايد عليا. لو أنا شايف إن في ضرورة لمد فترة التصويت هتخذ القرار، لو ما فيش ضرورة ما ينفعش حضرتك كل شوية تقول لي لا أنت لازم تمد، يا إما أنت كده بتضايق الشعب. تقيسها بإيه اللجنة؟ إيه يا فندم؟ اللجنة تقيسها بإيه؟ اللجنة إيه؟ تقيسها بإيه؟ اللجنة تقيسها طبعا باللجان العامة، وأنت عند حضرتك في لجان عامة وعندك غرفة عمليات في كل محافظة. المفروض إن غرف العمليات في كل محافظة بتدي تمام ساعة بساعة للجنة العليا على مستوى ال 28 محافظة. الإقبال عندنا وضعه إيه؟ عدد اللجان اللي فيها تكدس وعدد اللجان اللي الأمور فيها تكاد تكون ضعيفة. تمام. لو لقيت مثلا إن المحافظة زي محافظة القاهرة عدد اللجان اللي فيها تكدس 20-30 لجنة فرعية وبقية اللجان هادية، طب ما أنا خلاص هخلي اللجان اللي فيها تكدس تستنى لحد ما تخلص شغلها في وفقا لقواعد المقر والمجمع الانتخابي وخلاص والأمور مشيت. إنما لو لقيت إن المحافظة كلها فيها تكدس والناس مش عارفة تحط صوتها، لا هنا في ضرورة ملحة، أنا لن أمنع ناخب من إنه يدلي صوته. تمام يا سيادة المستشار، أنا بشكرك شكرا جزيلا المستشار محمد عبد الهادي عضو غرفة عمليات نادي القضاء، شكرا جزيلا لحضرتك. ومضطرين نرفع الآذان ونطلع فاصل ونرجع مرة تانية نستكمل أخبارنا، خليكم معنا. أشكرك هيثم سعودي شكرا جزيلا. وفكرة استوديو مركز أخبار المحور دي فكرة بديعة الحقيقة، بتخلينا قريبين من الأحداث وقت ما تحدث. أنا هطلب كلمة أخيرة من حضرتك أستاذ رمضان في دقيقة واحدة بعد إذنك، ملخص المشهد كما تراه في مصر الآن. انتخابات يعني لاحظنا، أنا أتكلم كملاحظين دوليين، أن الجهات المعنية بالعملية الانتخابية حسنت من أدائها إذا ما قارنا هذا بالعمل نفسه قبل عدة أشهر في الاستفتاء على تعديل الدستور. الأجواء مهيئة بالكامل إلى المواطنين المصريين من وجهة نظرنا من ناحية الشفافية والإمكانية للوصول. الشعب المصري أمام مفترق، الشعب المصري أمام اختبار لاستعمال حقه في تحقيق من يراقبه. أشكرا جزيلا، وهتسمح لي ان احنا نواصل لقائنا في اكيد بعد هذه الانتخابات عشان نرجع نشوف ايه اللي حصل ونقيمها تقييم نهائي. اشوف حضراتكم ان شاء الله بالليل، هكمل تغطية مع الاستاذ محمد مصطفى شرتي.